حبايبي اخذت هاي الشاكوش المطرقة وهاي الكفوف، راح يعني شوف هذول يكوبيهم، هذول الوسخين يجون يدفرون يذبون زبالة بالمصعد. هاي احنا بنايتنا، شوفوا البناية هاي دائما يحطون اذا اكو شيء امرجنسي يحطون نوت يعني اشعار ما راح ينقطع. باعوا شلون يوسخونها ولو هسه هي شتاء بس اكو هواي يوسخون. هسه انا نازل راح اكو قبال على الرصيف مو الثلج صار عالي وهاي فصعبة تعبر من عنده ومسحوق صاير يزحلق. احنا فلشنا قبل كم يوم اكو ولد كان هم واقف شاب وانا بالكرمون العفو بالاحذية بالبوت يعني احنا هيك تصير، ففلشنا الجدار عليه وصار قوي بعد ما قدرت. هسه شنو راح اروح افلش هذا اللي قدام يعني زحلق فما اقدر. الزحلق هذا ما يخلينا نعبر منه يعني. فحاول اكسر من عنده قدر المستطاع عنود نقدر نعبر. شلونها شوفوها شلونها سويتها بس ما خلوني اكمل لان شو اسمه قالوا لا تجي الشرطة النوبة تجي تسوي شيء زين ماكو العالم تعبر. العالم تعبر منا. بعد ما خلصنا فتحنا هذا الطريق اجتنا عاصفة جديدة ثلج. هلو حبايبي، رجعنا لكم بفيديو جديد نعرفكم على الوضع بكندا. ويلكم تو كندا. شوفوا هسه هذا البيك اب هذا يلم سكراب يلم حديد. هاي البنايات الحديثة هسه هاي عمرهن سنتين. هاي الشقة من الغرفة وحدة يمكن 650 لو 750 ألف كندي، يعني تقريبا بال 550 ألف أمريكي بالحدود. هاي البنايات الحديثة بس شنو غرفة وحدة وصغار كلش صغار هاي الشقق. هذني هم اللي تشوفوهن بيهن تضليل مال جام حديثات، هذني هم نفس الاسعار. نرجع لموضوعنا. شفتوا البيك اب هذا مفات من يمي هذا يلم سكراب، يعني هي قلت لكم غسالات عتيقه يعني ما يشتغلن، اغلبيتهم ما يشتغلن، خربانات. طباخات اذا او اهل البنايه بس ما اعتقد يذبون طباخ وهاي لان هذني اكو عندهم واحد وكيل يجي يشتريهن من عندهم، فاهل البنايات ما يذبون هيك. بس الناس من الشيء اكو عندها شغلات تلفزيونات قديمه يعني فيديو مروحه قنفه يعني بيها حديد، اذا حديد اكو او اطار مال الشربايه يصير الاطار يعني اللي يقعد عليه البوكس الصندوق الخشب مال المندر يصير حديد، هذا القاعده ياخذونه يذبونه يعني اكو هيك شغلات تنذب. فهذول يجون يلموهن ويبيعوهن على الكيلو. اكو مكانات يشتروهن على الكيلو، النحاس الحديد الالمنيوم هاي الشغلات كلها يشتروهن يعني. واكو شغلات تنذب هي من نفسها بالبنايه للسكان يعني مثل كوميدي طبله ميز كراسي، هذا يذبهن. اكو بيهن قديمات كلش تعبانات، اكو بيهن لا لان يريد يشيل فما يسواني اذا رايح الغير منطقه ما يسواني يحملهن، يجور السياره اغلى من عتهن يعني اذا يضيف لها سياره يجوز يعني هذن ياخذن سياره ثانيه الغراض اللي يريد يذبهن فيذبونهن. يعني بايسكل مال رياضه قديمات اكو بيهن يشتغلن بايسكلات مال اطفال مو بالبلكونه، هذن يخلوهن ماكو مكان بالشقق مو مثل البيوت. فالشمس والشتاء يروح لونهن يعني سنه واحده يذبوهن اكو بيهم، سنه سنتين بالزايد ينذبن بعد ما يفيده.
يروح لونين يجرده. هسه راح ندخل هذه الأسواق فود بيسكس. هاي عرباين ناس قد والله 25 سنت يمكن. هاي عربانين خلي 25 سنت. هذا هنا يفتح هذا القفل يفتح بس هذه العربات. نروح نشوف شنو عندهم هسه. وانا بطريقة يعني رايح على شغلة وقلت امر من هنا. هسه باعوها ذاك اليوم شفتوه الفيديو السابق. هاي $6 $1 و64 عليه تخفيض مسوي. هو ايش قد سعره 5. شوف هذا مسوين عليه السياق سيف $5 و24. هو كان ب6.88 وهاي ليميت 4 بالعائلة يعني ياخذون. بس يعني هو مو كلش يعني من هذا الأحمر وحلو. هذا يطلع به حموضة بل هذا عليه مسوي تنزيل. زين دا شنو نشوف شنو هذا الثاني يعني. شوفوا هسه هاي العلبة 5 مال خوخ. شنو بعد هسه نشوف لكم. هذا الشجر احنا نسميه زكوني تسموه يمكن $1 و88 باوند. الكيلو ماله ب4 و14. هذا الموز مال يعني طبخ. الباوند ماله $1 و29. كيلو $2.67. هاي لهاني الكيلو مالها ب3.62 و26. ناخذكم من هنا. هاي علبة الكيوي ايش قد عليها. شوفوا انتم بعد تعرفون السعر. وهذا السيف $1 يعني هسه سعره ب3.88 $2. هذا العرموط شوفوا نفس الاسعار. هنا ب3. هنا اغلى شوية. 3 التفاح هذا ب3 هم هاي تقريبا 3 يعني فرق ايش قد 10 سنتات. هذا عن هذا 10 سنتات. هذا ب2.5. الكيلو ماله باع يطلع ب5. هم كاتبين لك هذولي ونص تقريبا. هذا ب6.35. هذا ب6.57 يطلع. العنب هذا العنب الكيلو ماله كيلو ب6.57. هذا هم نفس الشيء. هذا الستروبر هنا. بلوبري هذا فيش هنا ب3. هذا بلاك بيري. وهذا يمكن هنا بلوبري ما اعرف وين الاسم مالته. المهم هذا بلوبري جوهم ب3. هسه نجيك ناخذكم هنا. هاي الخضروات. هذا الخس هذا ب4 علي. ايش قد علي سيف عليه $2 اذا تشوفوها. هاي باعوا سيف $2 يعني ب6 من 3. هو هذا باعوا السعر مال $2. طماطم كيلو مالها هنا مرخصينها شوية. باقي 2.5 كانت. كيلو مالها ب4.37. هاي الخس النوعية ب4 هم الواحد. هذه أبا ايش قد. هذا بعد أصغر من هذاك. بالمناسبة بالفيديو السابق أكو روس كبار نفس هاي النوعية. أكو روس كبار. أوكي هاي روس الخس الكبار. هذا المدور يصير فارغ يعني خفيف كلش. لازم تعرف انت هذا شنو. السيلري سعره ب5. شوفوا الفرق الأسعار. هذا البصل الوحدة $2. هاي $2. بعد شنو هنا. هاي 3 ب5. هاي كزبرة 3 ب5. المعدنوس هذا كيل هم يعني. هذا ب5 هناك كيل بنش. لا مو هذا. وين الكيل. هاي
3. هاي الباقة مالته. هاي طعمه عباك مثل اللهانة. هذا شونذر الأحمر. هاي الباقة مالته كم وحدة بي. هاي ب5. هاي الأسعار. هسه ناخذكم من هنا نفوتكم. تفاح باع نفس الأسعار 6 هنا. الكيسة 3 باوند لو 4 3 باوند. يعني ها بالمناسبة هذا التفاح كان 6 باوند يعني 6 باوند و7 باوند. هسه شوف ايش قد قللوا الكمية بالنص والأسعار زادت بالنص أكثر من النص. هاي الرقية ب5. شوفوها. هذا الكيلو ماله شمام وين الكيلو؟ هاي ب3.26 سنت. هاي البطيخة ب3 وعليها $6. انتو شايفين ايش قد تبعوها يعني سعرها 4 ومنقصين عليها. خليكم اناناس هاي وحدة ب4. هاي بالشتاء يعني بالصيف شوية ارخص بس بالشتاء هاي اسعارهم هي هاي. وهسه احنا على نهاية الشتاء فشوية يعني شوية مقللين السعر. شوفوا هسه وين الرمان. 2 ب5 باع الرمان. هاي المانجو بوحدة ب9. 2 ب5 الرمان ب4. شوفوا نفس السعر. هذا الخوخ هاي نفس السعر مال ذاك. هاي الخيارة باعوها. هاي الخيارة $1.67. هاي وعليها شيء بشكل 80 81 سنت يعني 2.5. هاي همين نفس الشيء. زين نروح هسه شو شنو هنا شكو بعد. اكو هذا على الوزن انواع مو كياسة. هذا كبار يعني شلون مال المطاعم. هذا غالي يصير. شوفوا الكيلو ماله ب5.5. كيلو هذا ب5.5 الكبار. واكو هاي بوتيتة همينة مفرد. شوفوا هاي جوجة الخوخ ب5. هذا هنا الموز ب59 سنت. الكيلو ماله $1.30. إلى هنا ينتهي الجزء الأول. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصل لكم كل ما هو جديد. شكرا للمشاهدة.